على من؟ كل هؤلاء كان لهم أثر محدود في الدنيا، له محدود وفي لون محدد. يعني لما تتكلم عن غاندي في السياسة، لما تتكلم على سبيل المثال على الإسكندر الأكبر في الكتابة، لما تتكلم عن فولتير في العلم، لما تتكلم عن نابليون مثلا فيما يتعلق بالقضايا العسكرية، لكن لما تتكلم عن محمد تجده في كل الجوانب. تجد النبي صلى الله عليه وسلم قائدا، تجده معلم، تجده أب، تجده متزوج، تجده جد، تجده زوج، تجده تزوج بواحدة، تجده تزوج بأكثر من واحدة، تجده متعلما معلما عالما. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجال من مجالات الحياة بإمكانك أن تقتدي به. جيب لي إنسان كتبت سيرته من مولده إلين وفاته. يا جماعة الصحابة أحصوا كم عدد الشعرات البيض في شعره وفي جسده، دقة حتى في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء إلى الأرض جزيرة ايش كانت؟ استكمل شروط النهضة في منطقة ما فيها ولا مقوم من مقومات النهضة. العلم موجود فيها، السياسة موجودة فيها، الموازنة بين المادة والروح، الموازنة بين الحقيقة أو الحق والعدل. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام الجامع، يقول بعض أهل السير أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم الجامع. ولعل من لطائف هذا الاسم أن الله جمع له في شخصيته، يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم جمع له كل ما يحتاجه بني آدم إلى قيام الساعة. لما تجي إلى شخصيته تجد كل ما تحتاجه أنت كإنسان موجود في هذه الشخصية. السيرة ما سميت سيرة إلا لتسير بنا من الدنيا إلى الآخرة، لتسير فينا، لتنقلنا كذلك من هموم الدنيا إلى ساعة الآخرة. والله إذا سمعنا سيرته، إذا تأملنا في حياته، إذا رأيناه محمد الإنسان يوم بدأ هنا في مكة لوحده واحد، واليوم انظروا هؤلاء الطائفين والساجدين والعاكفين والركع السجود أعداد في كل مكان. اليوم لو تدخل على تويتر تكتب شخص ساجد ستجد مساجد في شتى بقاع الأرض، ستجد أشخاص يسجدون، غواصين يسجدون في البحر، وناس في الطائرات وفي الصواريخ وفي غيرها من مركبات الفضاء يصلون في الفضاء. كل ذلك اتباعا لسنة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة نحن نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام من مسقط رأسه، من عند الكعبة هنا، من هذه البقعة. هذه الجبال تشهد، جبال مكة تشهد، الكعبة تشهد على تاريخ عميق جدا، تاريخ عريق وعميق. الكعبة تشهد اليوم على أن هذا النبي خرج لنا عليه الصلاة والسلام فعلا برسالة إنسانية، رسالة أخروية.